السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في أول حلقة من مدرسة الفوركس. المدرسة اللي هنتعلم فيها التداول من الصفر للاحتراف، واللي فيها البساطة هي سر النجاح. وقبل ما ندخل في أعماق السوق خليني أسألك سؤال: عمرك اشتريت دولار قبل ما تسافر؟ أو حتى دخلت البنك بدلت من جنيه لدولار أو ليورو؟ لو حصل كده يبقى أنت اتعاملت مع حاجة اسمها سوق العملات من غير ما تحس. الفوركس ببساطة هو تبديل عملة بعملة، بس بدل ما تبدل كل سنة مرة، المتداولين بيعملوا العملية دي آلاف المرات يوميا بهدف تحقيق الربح من فروقات الأسعار اللي دايما بتتحرك بشكل مستمر. طيب العملات بتتحرك ليه؟ ليه النهاردة الدولار برقم وبكرة برقم تاني؟ الفكرة بسيطة: عرض وطلب. لو الدولار عليه طلب كتير ده هيخلي سعره يعلى، والعكس صحيح، لو الدولار الطلب عليه قل أكيد سعره هيقل. نفس اللي بيحصل في أي سلعة في العالم. تعال ناخد مثال سريع. لو أنت معاك 100 جنيه وفرضا إن سعر الدولار النهاردة ب 30 جنيه، وأنت قررت إنك تبدل الجنيهات اللي معاك بدولار، إذا أنت كده هتشتري تقريبا 3 دولار وحاجات بسيطة. وجيت بكرة لقيت إن حصل خبر اقتصادي وخلى سعر الدولار يطلع من 30 جنيه ل 31 جنيه. ساعتها لو رحت تبيع ال 3 دولار اللي معاك هتكسب في كل دولار جنيه تاني. وهو ده التداول بس بشكل ابسط من اللي بيحصل في الحقيقه. دلوقتي يمكن تقول: طب انا اشتغل ازاي؟ مين اللي يخليني اشتري وابيع؟ وهنا بقى يجي دور شركات التداول. وخليني اقول لك ان الفتره الجايه هنشرح على منصه وسيط اسمها ستار تريدر، وده علشان تبقى المتابعه اسهل معايا وتمشي معايا خطوه خطوه من غير تعقيد. لكن المهم في الحلقه دي انك تفهم ان الفوركس مش سحر ومش قمار ومش للغنى السريع. الفوركس علم وفيه قواعد، ولو اتعلمته صح هتتعامل معاه بامان وباحترافيه. والجميل في الموضوع انك مش محتاج تبدا بفلوس حقيقيه، لان المنصه بتوفر لك حساب تجريبي تشتغل بيه وتتعلم بيه من غير ما تخاطر بولا جنيه من معاك. وده اللي هنتكلم عنه في الحلقات اللي جايه. قبل ما اختم عايزك تحفظ الجمله دي كويس جدا: التداول شغل مش لعبه، والبساطه هي سر النجاح. في الدرس الجاي هنتكلم ليه اصلا الناس بتتداول وايه الفرص اللي موجوده فيه، وهنبدا ندخل المدرسه خطوه خطوه. لو جاهز تبدا دوس متابعه وتعالى نكمل الحلقات مع بعض. مع السلامه.